يعني عنده يستلم 300 مليون 250 مليون بالشهر. بالشهر العفو يستلم. والا انت العقد مالت المدرب، جينا للعقد اتفاجئنا العقد تقريبا مليار و500. هذا العقد الاولي. العقد الاول بعدين زودوه نعم. صارت 3 مليارات. صارت 3 مليارات. على المليار و500 بالعقد هم المعطيه ما يقارب عندك 125 طبعا سنوي، بالسنه يعطونا مليار و500 السنه الواحده، ويعني ما يقارب بالشهر 125 مليون راتب له في هذا الموضوع. من زاد على الثلاثه جنابك الكريم يعني عنده يستلم 300 مليون 250 مليون بالشهر العفو يستلم، وبالسنه يصير عندك 3 مليار. زين هذا المبلغ طبعا واضافه للمكافآت، يعني مكافاه كاس الخليج 100,000 دولار، واذا اخذنا كاس اسيا 300، واذا طلعنا الى كاس العالم 500,000 دولار ياخذ عليه. الجماعه مخلين من ضمن شروط العقد اي واحد اذا المدرب انهى العقد يدفع 500,000 دولار، واذا جماعه نهوا العقد يدفعون ايش قد للمدرب؟ 500,000 دولار. من هو نهى العقد؟ هسه هذا تابعت الموضوع بعدين صار؟ طبعا. كاساس راح كسب دعوه عليهم. كسب. وهسه يطالبهم ب2 وشويه مليون دولار. 2 واضافه لل 500,000 دولار. اضافه الى ال 500 واضافه الى مدرب مساعد على 10,000 دولار ما انطوه راتب، راح رفع دعوه كسب 200,000 دولار. مدرب جابه كاساس وطلعه ورا فتره قال ما اريده، هم اسباني، فقال انطوني راتبي ما الشهر ما انطوه. هذا هذا المدرب اللي وياه مدرب اللياقه. نعم. جابه وما راده، ما اعرف هو ليش جابه وليش ما راده. من ما راده قال ما نستحق ما الشهر انطوني اياه، ما اعطوه الجماعه. استشاره قانونيه خاطئه، رئيس الاتحاد ما انطاه. راح وين محكمه كاس، كسب قرار قطعي من محكمه كاس الزم اتحاد الكره بدفع 200,000 دولار غير اجور المحاماه والتاخير. ايش قد خسرنا هسه بهذا الملف مالت المدرب؟ ايش قد خسرنا؟ بملف كاساس؟ بملف كاساس يعني واحده تقريبا بال5 مليار. 5 مليار على شنو؟ وين التخطيط؟ يلا اخواني اهل الاتحاد، وين التخطيط؟ ليش انا خسرت هذه الخساره الكبيره في هذا الموضوع؟ ليش هو انت من سويت عقد ويا كاساس ما خليت انت فقره بالعقد بخدمه للعراق؟ ليش انتم خليتوا اذا انت سحبت يعني من السحب لازم اني ادفع مضاعف وادفع ال 500,000 دولار الى لان انا نهيت العقد؟ ما اعطى انذار بالبدايه مالت الشهر، عندهم شهر يسحبه ويعطي انذار بناء عليه ويسحب، هذه اضافه الى المكافآت الاخرى اللي ياخذها كاساس. زين استاذ امير هاي القضايا يعني بالتقادم تموت؟ لا ابدا، المال العام حرمه لا يموت ما دام موجود الدليل. ليش يموت؟ هسه انا وياك من نسولف والله هسه ربما هاي بعض القضايا مخفيه على الشعب العراقي، لكن من يسمعها اكيد راح يضوج في داخله، حتى من كان فرحان بلذه الفوز الان هو راح يقول لك عمي انا فايز بس مو معناته تنهي البلد. فزنا ب 2022 وفرحنا، بس الناس كشفت الان كل شيء على حقيقته. يعني هاي المشاكل 3 سنوات بين الاتحاد، هي الناس اصلا جزعانه من هالاتحاد هذا، تريد تخلص. ليش هيك؟ شلون هذا البلد؟ يعني احنا من نجي نراجع هذه القضايا ونشوف هذا المال اللي ذهب ليست في محله والله تتألم في داخلك. طبعا هذا هسه انا وياك موضوع واحد وغيره من المواضيع الاخرى اللي بها تدخلات سياسيه متعدده للاسف الشديد حالت دون تطور الشباب والرياضه، وهذا الان احنا اللي نعاني من عنده. فقضيه الشباب والرياضه اذا ارادت تتطور تحتاج الى نهضه حقيقيه من اهل الاختصاص. اهل الاختصاص وكذلك رواد الشباب الرياضه بشكل عام يجب الاهتمام بهم.